السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي القناة الكرام ومحبي الكرة السعودية. بداية نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم في هذا المقطع موعد مباريات الجولة 25 من الدوري السعودي، وذلك استكمال مباريات الجولة والتي تسبقها 5 مباريات. نقدم لكم مواعيد مباراة اليوم السبت 30 مارس 2024، وهي الأربع مباريات المتبقية من الجولة. نبدأ بمباراة الوحدة والفتح، والتي تقام على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، وذلك في تمام الساعة 10 بتوقيت السعودية، 9 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر. تذيع شبكة SSC سبورتس السعودية المباراة بتعليق المعلق سليمان الشريف. يدخل الوحدة المباراة برصيد 27 نقطة يحتل بها المركز الثاني عشر. أما الفتح يخوض المباراة برصيد 31 نقطة يحتل بها المركز التاسع. المباراة الثانية يلتقي فيها فريق النصر والطائي، تقام على ملعب الأول بارك، وتقام في الساعة 10 بتوقيت السعودية، 9 بتوقيت مصر، 8 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. يدخل النصر المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بينما الطائي يخوض المباراة برصيد 22 نقطة يحتل بها المركز ال16. يعلق على المباراة المعلق مدحت شلبي. أما المباراة الثالثة والتي تقام على ملعب الملك فهد الدولي، يلتقي فيها الشباب مع الهلال، وذلك في تمام الساعة 10 بتوقيت السعودية، 9 بتوقيت مصر، 8 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. الشباب يحتل المركز العاشر برصيد 28 نقطة، بينما الهلال في المركز الأول برصيد 68 نقطة. يعلق على المباراة علي سعيد الكعبي. أما المباراة الرابعة في ختام هذه الجولة، يلتقي فيها الرياض مع نظيره أبها على ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز، والتي تبدأ في تمام الساعة 10 بتوقيت السعودية، 9 بتوقيت مصر، 8 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. الرياض يدخل المباراة برصيد 24 نقطة يحتل بها المركز ال15، بينما أبها يحتل المركز 17 برصيد 21 نقطة. وفي النهاية تمنياتي بالتوفيق لجميع الفرق السعودية. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات توقعاتكم لنتائج الفريق المفضل، وادعمونا بلايك حتى تستمر القناة في تقديم أخبار ومواعيد المباريات العربية والعالمية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.